لو مش عايزين تقفوا في المطبخ كتير فدي واحدة من الوصفات اللي بجد هتنجز معاكم. أول حاجة سلقت كيس مكرونة وأنا هنا استخدمت بيني وممكن تستخدموا أي نوع تاني تحبوه. وهنا على ما تتسلق المكرونة قطعت شوية من الهوت دوج قطعتهم كده سلايسز بحجم يعني متوسط، وفي نفس الحلة اللي اتسلق فيها المكرونة حطيت مكعب من الزبدة وشوية من الزيت وحطيت فيهم كمية الهوت دوج اللي قطعتها. شوحت الهوت دوج كويس لغاية ما خد اللون ده، بعد كده ضفت عليهم شوية من صوص الكاتشب وقدهم كمان شوية من صوص الباربيكيو، وقلبت الصوصات دي مع الهوت دوج لغاية ما الهوت دوج كله بقى ريحته من الصوصات دي. بعد كده رشيت رشة بسيطة من الملح والفلفل الأسود، وراعوا إن هنا الصوصات كمان فيها ملح فما تزودوش الملح خالص. رجعت قلبت الحاجات دي مع بعض كويس ودوبت 3 معالق كبار من صلصة الطماطم في كوبايتين من المية وصبيتهم على الهوت دوج، وبعد دقيقتين بس على نار هادية كده لغاية ما تبقبق حطيت بقى المكرونة المسلوقة. قلبت بقى المكرونة كويس وخليتها على نار هادية لمدة 10 دقايق مش أكتر من كده. بالضبط كده الوصفة دي ما خدتش ربع ساعة في تجهيزها. اغرفوها بقى وهي سخنة وممكن على الوش تحطوا رشة جبنة موتزاريلا لو حابين تدلعوها أكتر. ما تنسوش تعملوا سيف للوصفة وتجربوها وتقولوا ايه رأيكم.